اهلا بيك. تعالى اقول لكم على طريقه فراخ مشويه في الفرن رهيبه. هتتبليها بتتبيله مميزه، هتفرق جدا في طعم الفراخ بتاعتك. كمان هنعمل معاها رز بخاري. كل الاكل هتعمليها في صينيه واحده وهتجهزيها في 10 دقايق بس. الوصفه دي من احلى وصفات الفراخ اللي ممكن تجربيها. هنحتاج لفرخة متوسطة في الحجم، يعني وزن الفرخة من كيلو وربع الكيلو ونص. وطبعا الفرخة اللي انا غسلاها ونقعاها ومجففاها هتقسميها بالنص زي ما انت شايفة كده. هنتبلها بقى بمعلقة من البابريكا، معلقة من بهارات الكبسة، نص معلقة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ودول 3 فصوص من الثوم المفرومين. هحتاج كمان لمعلقة كبيرة من العسل الابيض ومعلقتين من الزيت. في البولة حطيت الزيت وهنزل عليهم بكل التوابل والثوم المفروم ومعلقة العسل. هنقلب بقى التتبيلة كده مع بعضها كويس وهتبل بيها الفرخة. هتنزلي بقى بالتتبيلة على الفرخة وتتبليها من بره ومن جوه. كمان تقدري تجيبي سكينة وتعملي فتحات في الفرخة عشان التتبيلة توصل للأجزاء الداخلية بتاعت الفرخة. هنركنها بقى على جنب لحد ما نجهز الرز بتاعنا. في طاسة على النار حطيت شوية من الزيت وهنزل عليهم ببصلتين كبار، انا مقطعاهم كده شرايح صغيرة. هتقلبي البصل كويس في الزيت لحد ما يدبل ويبتدي ياخد لون اصفر كده خفيف. بعد كده هكون مجهزة 3 جزرات مبشورين هنزل بيهم على البصل. هضيف لهم كمان طماطمية كبيرة كده، انا بشرها بالمبشرة. التوابل الأساسية لعمل الرز البخاري الملح والفلفل والكمون. كمان هضيف نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من بهارات الكبسة. هنضيف كمان مكون مهم جدا، معلقة عسل كبيرة. معلقة العسل دي بتفرق جدا في طعم الرز بتاعنا. هقلب بقى كل الخليط بتاعي كده كويس دقيقة على النار، وكده انا جهزت احلى خلطة للرز. وبعد كده هنجيب الصينيه او البايركس وهنحط فيها الرز بتاعنا. انا جايبه رز بسمتي مغسول بس مش منقوع. تقدري بقى تستخدمي اي كميه انت عاوزاها. هننزل عليها بقى بالخلطه الرهيبه بتاعتنا دي. هتقلبي الرز كده مع الخلطه كويس. كل كوبايه من الرز هتحتاج لكوبايه ونص من الميه. بعد كده هحط شويه كده من الزبيب على السطح. هنغلف بقى الصينيه او البايركس بتاعنا بطبقتين من الفويل. هتحط الفويل كده على البايركس او على الصينيه وتشديه كويس كده وتقفليه عشان لسه هنحط عليه الفرخه بتاعتنا. بعد كده بالسكينه هتعملي فتحات كده في سطح الفويل. حطي بقى الفرخه المتبله وهننزل عليها كمان بباقي التتبيله بتاعتنا. بعد كده هنغطي الفراخ بتاعتنا بورقه من الزبده وبعدين نغطيها فوقيها بورقه من الفويل. انا حطيت ورقه الزبده علشان مش عايزه الفويل يبقى ملامس للفراخ، عشان كمان ما يلزقش فيه. غطي بقى الصينية بالفويل بالشكل ده ودخليها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد في الفرن حوالي ساعتين. أول ساعة بعد مرور أول ساعة حطي تحتيها صينية وفيها مية مغلية. وبعد مرور الساعتين افتحي الفويل كده وشغلي عليها الشواية عشان تاخد اللون الخطير ده. بس كده، ده كان شكل الرز بتاعنا مفلفل وطعمه وريحته يجننه. كمان الفراخ كانت مستوية وشكلها وطعمها خطير. الأكلة دي من أطيب وألذ وصفات الفراخ اللي ممكن تجربيها. تقدري بقى تقدمي الرز بتاعك بالشكل ده، وجبت كمان الفراخ حطيتها على الرز زي ما انت شايفة كده. بس كده كده خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، أتمنى تجربوها. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.